بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معنا خبر عن المحترفون يغادرون القاهرة، وحسام أشرف يشارك في تدريبات الزمالك. انتظم حسام أشرف مهاجم الزمالك الشاب في التدريبات الجماعية للفريق الكروي الأول التي أقيمت يوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو ركيلة بعد التواجد في الفترة الأخيرة مع فريق الشباب. وشارك حسام أشرف الزمالك اليوم قبل انضمامه لصفوف المنتخب الأولمبي في معسكر شهر نوفمبر الجاري. وانضم أشرف برفقة محمد طارق لمعسكر المنتخب الأولمبي بداية من الخميس، وشهد مران الزمالك اليوم التي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تقسيمة فنية مصغرة بين اللاعبين تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي فيريرا. وأدى اللاعبون التقسيمة الفنية التي شهدت مشاركة محمد صبحي ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد أشرف روقة ومصطفى الزناري، وبجانب مشاركة عدد كبير من لاعبي فريق الشباب. وسافر الثلاثي المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البنيني سامسون، والتونسي حمزة المسلوني، والمغربي زكريا الوردي إلى بلادهم لقضاء فترة الأجازة مع أسرهم. ومنحت إدارة الكرة بالزمالك الجهاز الفني موافقتهم للثلاثي على السفر لبلادهم في ظل حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام. ويعود الثلاثي إلى القاهرة فور استئناف الفريق لتدريبات الانتظام فيه بشكل طبيعي، والمقرر له يوم الاثنين المقبل. كما أيضا يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي على ملعب في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر. أعزائي المشاهدين، بشكركم على مشاهدتكم لينا، وأتمنى دايما إن انتوا تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد عن أخبار الكرة العالمية والمحلية. شكرا لكم.